ليك موقف مع موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب؟ لا ده مواقف. طب قول لي بقى اشهرها ايه، او اللي تحب ان انت تقوله ايه هو؟ في مره كنا في استوديو 46. عارفه هم كانوا بيحبوا ايه، عشان انا خبير في المونتاج وخبير في التسجيل وخبير في التصوير وخبير في الفيلم يعني كل حاجه، كان عندي 70 هوايه. عبد الوهاب بقى كان دخلنا استوديو 46، كان معانا استاذ وجدي الحكيم. ايوه. وعمالين بقى يفرجونا بقى، جابوا حته جهاز ما حصلش بقى في التاريخ، اللي هو عارفه الديسك. الديسك اللي هو فيه ال 24 ميكروفون ده والتخات وبتاع. ايوه. فعبد الوهاب عمال يقول له بص ده ايكو، وده محسن صوت، وده مش عارف ايه، وده. عبد الوهاب بص كده وبعدين حط ايده على الجهاز، قال ايه؟ ومن العلم ما قتل. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ان الجهاز ده هيبوظ الغنى. ايوه. كان زمان اهم حاجه في المطرب انه يبقى صوته حلو زي المربى كده. طبعا. يعني انت لما تسمعي الكل اللي كانوا بيغنوا وقتها صوتهم جميل. حتى عارفه في اي فيلم حضرتك لو البطل والبطله نازلين يفتحوا في مركب في النيل، ويروح المخرج زارع لهم اغنيه يخلي الملاك بيغنيها، شفت حاجه زي كده؟ في الافلام القديمه. تبص حتى الملاك صوته جميل، مش عارف ايه صوته جميل، حتى لو جاب لك بياع فول حراتي في الشارع صوته جميل. الناس كان ذوقها جميل. بعد كده جاء مطربين صوتهم وحش، صوتهم خشن فيه شوائب. الجهاز ده يصلح الصوت. ايوه، علشان كده هو قال الجمله ديت. فممكن اي حد بيلحق الجهاز ده يخليه يغني، اي حد يغني بقى. لذلك ان هم في الحفلات كلهم بيطلعوا بلاي باك. ايوه. ليه؟ عشان ايه؟ بيسجل الشريط حلو وهو صوته وحش. لكن بقى الاصيل من الاصله، في مره عبد الحليم قدامي المهندس قال له احط لك شعره ايكو، اللي هو عارفه صدى الصوت. اللي بقى كل واحد يدب صدى صوت، كل واحد يدب صدى. قال له اوعى، لان انا الناس متعوده تسمعني بنكهه معينه، لو انت حطيت لي صدى صوت الناس هيقولوا ده مش هو. شفت الفرق بين الناس والناس زمان بقى.